فرزيه وفي الفريزر ودخليه، وقبل المغرب بثواني طلعيه، وهيكون جاهز معاكي في دقايق، وهيكون منور على سفرة رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دخلي بقى الوصفة ديت لرمضان. معانا اللحمة المفرومة بتاعتنا، معانا بصلاية كبيرة، معانا فلفل أخضر حار أو بارد زي ما انت حابة، معايا طماطمية بس هناخد اللحم بتاعها اللي بره، معلقة بقى توابل لحمة كده وتوابل حواوشي، ونظبط الموضوع وهنعينه في قلب الفريزر بتاعنا وهنخرجه وقت ما نكون حابين. العيش بتاعنا زي الفل، عندك معلقة طحينة ممكن تدهني العيش من جوه معلقة طحينة، ما عندكيش ما توقفيش حاجة. ما شاء الله تبارك الرحمن. اتحط يعني انا جربته العيش وهو كده والحواوشي وهو ني، حطيته في الفريزر وطلعته كان جميل جدا، سويته وحطيته في الفريزر واديته وجبات مع اولادي كان حلو برضو. ما شاء الله، يعني في تلك الحالتين هتطلعي. لو انت مستعجله قعدت تقري قران، قعدت تقري الاذكار بتاعتك نسيتي، هيبقى وجبه وهتشرفك في أي يوم من أيام رمضان. ما شاء الله تبارك الرحمن. مسكنا بقى كواريات كده وكورنا بقى على عدد الأرغفة اللي احنا اللي هي معانا. وعموما النص كيلو لحمة مفرومة بيكفي 6 أرغفة حواوشي، ويبقى زي الفل وانت عاملاه ببيتك وعاملاه في ايدك بقى كده، وعارفة مضمون اللحمة بتاعتك عاملة ازاي. بدأنا نحط هون بقى، نحط حتة سمنة بقى وشوية زيت كده ذرة حلوين كده، ونبدأ بقى نحمره بقى. لو انت عايزة تعيني بقى وتكيسي في قلب الفريزر كده وتطلعيه قبل المغرب وتحمري، هيبقى معاكي زي الفل. حمرتيه وشيلتيه في اكياس وطلعتيه وحطيتيه في صاجة في قلب الفرن وسخنتيه، هيبقى معاكي برضه زي الفل. ممكن بقى تمسكيه كده وتقومي مدخلاه في صاجة في الفرن، وهيبقى زي الفل. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك اللهم بارك، زي الفل. شايفين قدامكم مقرمش وجميل. يلا صلوا بقى على النبي وما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة. بحبكم يا أحلى أخوات في الدنيا. وجبة ظريفة خفيفة زيكم بالظبط. مع السلامة، في رعاية الله.